أهلا بيكم في المحاضرة السادسة من محاضرات شرح تطبيق صندر. في المحاضرة دي إن شاء الله هنشرح بيع وشراء الأسهم باستخدام الباقة بتاعة صندر. أنا مهندس أحمد، وكل المطلوب منك إنك تصلي على النبي وتركز معايا. فردنا مثلا إن أنت اخترت سهم معين، وليكن السهم اللي قدامك ده أنت حبيت إن أنت تشتري فيه. فلما تيجي تعمل شراء هتلاقي في ميزة جديدة معاك اتفعلت لما أنت اشتركت في الباقة، اسمها عمق السعر. لما تضغط عليها هيجيب لك سوق البورصة عموما، أو دي كل الأسهم المعروضة للبيع والشراء في البورصة المصرية. بالنسبة للسهم ده تمام، اللي باللون الأحمر دي الأسهم المعروضة للبيع، واللي باللون الأخضر دي الأسهم المطلوبة للشراء. وفي حاجة كمان اسمها عمق التنفيذات، بيجيب لك كل التنفيذات أو كل الصفقات اللي تمت على على السهم ده، وسعرها كام، وعدد الوحدات كام، وتمت في توقيت إيه. تمام كده. لما نرجع تاني نشتري مثلا، هتلاقي في قدامك 5 أنواع من الطلبات. لو جينا مثلا نشتري بأول طلب أو أول نوع من الطلبات، وهو قيمة نقدية أو سعر السوق. لما نقول له قيمة نقدية أو سعر السوق، عاوز اشتري مثلا ب1000 جنيه. تمام، 1000 جنيه. وبعدين أقول له، هيقول لك إن أنت هتشتري 10 وحدات ب1000 جنيه ده. هتقول له استمرار. تمام، هيجيب لك الفاتورة، وبيقول لك إن الفاتورة بتاعتك هتتكلف 938 جنيه 48 قرش. هيشتري لك بيهم 10 وحدات. طب هو جاب 938 دي منين؟ جابها من سعر السوق، اللي هو سعر السهم في اللحظة دي، اللي هو برضه بيجي منين؟ لما تيجي تضغط على عمق السعر هتلاقي السعر هنا بيتغير معاك. تمام، آخر سعر كان موجود هنا واحنا بنعمل الطلب هو ده السعر اللي هو كان هيشتري بيه ال10 أسهم، أو اللي هيشتري ب1000 جنيه. يعني هو هيخش ب1000 جنيه يشتري 10 أسهم بسعر السوق، الطلب اللي معروض هنا أيا كان سعره 93 جنيه ونص، 95 جنيه، 100 جنيه. هو هيخش ب1000 جنيه يشوف ال1000 جنيه يجيبوا كام سهم من الأسهم المعروضة ويشتريها. تمام كده. فعشان كده أنت مش هتبقى عارف أنت اشتريت السهم على كام، هو زي ما هو معروض هو هيشتريه. طيب لو جينا نشتري بالطريقة التانية اللي هو عدد الوحدات، أنا والله عاوز أشتري 10 وحدات. هتخش تقول له استمرار، هتلاقي الفاتورة بتاعتك بيقولك برضه هيكلفك 938 جنيه نبضي 28 قرش. تمام، برضه نفس اللي تم. هو هيدخل شاف سعر آخر طلب كام أو المعروض كام. تمام، اللي هو 900 اللي هو 93 جنيه ونص، ودخل ضربها في 10، يبقى ده السعر اللي موجود معاك، أو ده السعر بتاع الفاتورة بتاعتك. عشان كده أنا بقولك ما تشتريش أصلا بسعر السوق. تمام، هو هيخش يشوف السهم سعره كام وهيشتريه. اشتري بطلب بسعر محدد. تمام، تعالى بقى ننفذ بالفعل حاجة زي كده. بيقولك إن سعر آخر تداول 93 جنيه و60 قرش. أنا مثلا عاوز الطلب بتاعي ما يتنفذش، هعمل لك طلب دلوقتي ما يتنفذش. هقول له انا عاوز اشتري ب93 جنيه. تمام كده، ده السعر اللي انا عاوز اشتري بيه. عدد الوحدات مثلا يكون وحدة واحدة. نجرب في وحدة واحدة ونقول له استمرار، وبعدين استمرار، وبعدين هتلاقي الفاتورة بتاعتك اتكلفت 96 جنيه. لاحظ معايا ان صندر لو انت مشترك باقة بنديك 50 عملية، انت ما تدفعش فيهم مصاريف صندر. انت بتدفع بس رسوم الطرف التالت اللي هو امين الحفظ بتاع صندر. تمام كده. وبعدين تقول له ارسال الطلب، هيبدأ يبعت الطلب للبورصة المصرية، وهو تم إرسال طلبك بنجاح. لما نخش احنا بقى على عمق السعر، هتلاقي الطلب بتاعي موجود هنا زي ما انت ملاحظ كده ان في 3 أشخاص. تمام، عاوزين يشتروا 204 سهم، سعر السهم 93 جنيه. تمام كده. أنا بقى في ال3 أشخاص اللي موجودين دول. حلو. فالطلب بتاعي دلوقتي متعلق ما تنفذش. عاوز تتأكد من الكلام اللي بقوله لك، هتخش على الطلبات. تمام، بيقول لك ان انت عندك دلوقتي طلب سعر السهم اللي انت طالبه 93 جنيه، وهو لسه ما تنفذش. تمام، تحت التنفيذ اهو. طيب لو انا ممكن الغي الطلب بتاعي دوت، او ممكن ان انا اعدل الطلب ده. طب لما تضغط عليه، طيب لو انا عاوز الطلب بتاعي ان هو يتنفذ دلوقتي على طول، اخش على عمق السعر، اشوف هو المعروض بكام. المعروض ب 93 جنيه و40 قرش، يبقى انا هشتري ب 43 جنيه و90 قرش. ارجع تاني اقول له انا عاوز اشتري ب 93 جنيه، 93 جنيه و40 قرش. تمام كده. وبعدين أقول له استمرار، استمرار. تمام، إرسال الطلب. تم إرسال طلبك بنجاح. المفروض إن هو كده يكون اتنفذ دلوقتي على طول. لما أشوف موقفك دلوقتي الطلب فعلا اتنفذ، بقى عندي في محفظتي سهم واحد بسعر 93 جنيه و40 قرش، اللي هو السعر اللي أنا طلبته بالفعل. تمام كده. طيب لما نيجي نعمل شراء تاني، احنا كده خلاص شرحنا أول 3 طلبات. طلب متكرر بسعر السوق ده برضو ما تستعملوش. وطلب بسعر محدد متقدم ده لو انت بتشتري اسهم كتير. يعني ايه بتشتري اسهم كتير؟ لما تيجي تضغط على طلب بسعر محدد متقدم، ونيجي نضغط على عمق السعر، دلوقتي في عندك 284 سهم معروضين بسعر 93 جنيه و60 قرش. طب فرضنا مثلا ان انا عاوز اشتري 1000 سهم، هو هيخش يشتري 345
سهم وبعدين يشتري ال284 وبعدين يشتري ال253 وبعدين يشتري ال500 سهم، هيفضل ماشي كذلك لحد ما يكمل ال1000 سهم. بالتالي أنت هتدفع مصاريف لصندر 3 مرات، هتدفع مصاريف لأمين الحفظ 3 مرات، فهتبص هتلاقي تكلفة الفاتورة بتاعتك زادت. عشان ما يحصلش معاك كده فهو عملوا طلب بسعر محدد متقدم ده. تمام. أنت في الحالة دي بتختار النوع التاني اللي هو الكل أو لا شيء. هيفضل الطلب بتاعك متعلق، ال1000 سهم بتوعك متعلقين لحد ما يتنفذوا كلهم مرة واحدة، عشان الفاتورة بتاعتك تبقى فاتورة واحدة، وتدفع مصاريف صندر مرة واحدة، وتدفع مصاريف أمين الحفظ مرة واحدة. ده الفكرة من الطلب اللي هو المتقدم ده، طلب بسعر محدد متقدم. تمام. طب فرضنا بقى إن أنا خلاص عاوز أبيع سهم معين، تمام، من الأسهم اللي موجودة معايا في المحفظة. هعمل برضو عينة قدامك دلوقتي. طيب أنا اخترت سهم من اللي معايا في المحفظة كعينة، ماشي، هبيع لك منه سهم قدامك عشان أعرفك إزاي تبيع الأسهم باستخدام برضو الباقة. تمام. لو أنا عملت بيع هتلاقي برضو في كذا نوع من الأوامر. لو أنا عملت بيع بسعر السوق الطلب هيتنفذ دلوقتي، وأنا بسجل الفيديو الطلب هيتنفذ دلوقتي بسعر السوق. اللي هو إيه سعر السوق؟ هنخش على عمق السعر. اللي هو السعر ده هيتنفذ ب5 جنيه 52 قرش، لأن دلوقتي أنا ببيع، فهيروح يشوف أعلى واحد عاوز يشتري ويبيع له السهم بتاعي. تمام كده. طيب لو أنا بعت بسعر محدد في الحالة دي الطلب بتاعي هيفضل متعلق زي ما اتعلق كده وأنا بشتري لحد ما سعر السهم يوصل للسعر اللي أنا محدده. طيب لو أنا بعت بسعر محدد متقدم كذلك، لو أنا برضو هبيع ب1000 سهم، في الحالة دي الطلب بتاعي ممكن يتنفذ على كذا مرة. طيب إيه الطلب ده؟ اللي هو طلب إيقاف، ده اللي عبارة عن الستوب لوس، اللي هو مثلا أنت مش موجود أو مش فاتح الأسهم بتاعتك أو مش متابع البورصة، وعاوز السهم ده مثلا لو وصل ل5 جنيه، أنت في الحالة دي بيع الأسهم اللي معاك. فهو ده الغرض من طلب الإيقاف. لما تعمل طلب إيقاف، وليكن مثلا وليكن مثلا عاوز أحدد له إن سهم واحد عاوز أبيعه بسعر 6 جنيه، مش هيقبل ال6 جنيه. بص لما تقوله 6 جنيه وبعدين استمرار، هيقول لك إن المفروض السهم بتاعك يكون أو السعر بتاعك يكون من 4 جنيه 34 لحد 5 35، لأن ده ستوب لوس. يعني لا هو شغال في حالة إن الأسهم قلت بس، لو السعر قل عن سعر معين بيبدأ يبيع. فهو هيقبل في الحدود دي من أول 4 جنيه 34 لحد 5 جنيه 53 قرش. كده كده أنا ما بستخدمش دون، أنا ببيع وأنا إيه، وأنا فاتح الأسهم على طول، أو باخد القرار وأنا بنفذه على طول وأنا قاعد. فنيجي نبيع سهم معين مثلا وليكن بسعر السوق عشان الطلب يتنفذ على طول واحنا شغالين دلوقتي. عاوز ابيع واحدة واحدة، هو في الحالة دي هيعمل ايه؟ هيروح يبيعها بالسعر ده اللي هو 5 جنيه 52 قرش. تعال نشوف. تقول له استمرار. زي ما انت شايف الفاتورة بتاعتي 2 جنيه 53 قرش، هو خصم 3 جنيه رسوم الطرف التالت وما خصمش مصاريف صندر. فلما اقول له ارسال الطلب، المفروض دلوقتي ان الطلب بتاعي اتنفذ. تمام. لما تخش على الطلبات هتلاقي دلوقتي بيع سهم واحد اهو يوم 5 نوفمبر بسعر 5 جنيه 52 قرش، اللي هو السعر اللي معروض دلوقتي أو سعر آخر صفقة تمت على السهم. تمام كده. طيب في فرق كمان عاوزك تعرفه في حالة البيع، إن أنت لو اخترت طلب بسعر محدد متقدم، في الحالة دي في 3 أنواع من البيع. الأسهم اللي معاك لو أنت اشتريتها في نفس الجلسة وينفع تبيعها في نفس الجلسة، فأنت في الحالة دي هتختار تي بلس زيرو. طب لو أنت اشتريتها امبارح وعاوز تبيعها النهاردة، في الحالة دي أنت هتختار تي بلس 1. طيب لو أنت اشتريتها أول امبارح أو من جلستين فاتوا وعاوز تبيعها خلاص بعد 10 جلسات بعد 100 جلسة، ففي الحالة دي أنت هتختار تي بلس 2. تمام كده. الميزة دي هتكون مفعلة معاك لو انت مشترك في باقة صندر. مش مشترك في الباقة هتبيع الأسهم تلقائي أو إجباري بالتي بلس 2. تمام كده. دي ميزة من ضمن مميزات باقة صندر. يبقى هو دلوقتي المفروض الصورة وضحت قدامنا. لو انت حتى مش مشترك في الباقة يبقى انت عارف لو انت هتعمل طلبات بيع أو شراء ايه اللي بيتم والعملية بتتم ازاي والسوق أصلا شكله عامل ازاي والسعر اللحظي ده بيجي منين. أتمنى تكون المحاضرة دي مفيدة بالنسبة لك. لو انت في حاجة مش واضحة بالنسبة لك اسأل في التعليقات أو الكومنتات أو في جروب التليجرام. ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.